الفرق التاني ما بيننا وبين أعداء الله وأعدائنا. الفرق الأولاني احنا قلنا البطون، ساعة البطون تتوه العقول في الفيديو اللي قبل ده. أما الفرق التاني وهو الإتقان في العمل، إن محدش بيعرف يتقن عمله، مع إن إيه بقى؟ مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال لك إيه؟ اتقنوا أعمالكم، وصى بالعمل، والرسول قال وصى بالعمل، وبالعمل عبادة. انما احنا ما شاء الله ما حدش بيعرف، ما حدش الا من رحم ربي يتقن عمله زي ما قال الكتاب. هنقول مثلا على الرغيف، اذا كان فينو او بلدي، انت بتجيب الرغيف الفينو بتسد بيه جوعك، لا طعم ولا لون ولا منظر، والبلدي نفس القصه، لان محدش بيتقن عمله مظبوط. هو نفس الفلوس، بس ما فيش، يبقى ما بيعرفش يعمل الحاجه بما يرضي الله. ما يديش العجين الخمير بتاعه كويس، عايز يلا اقلب، عايز فلوس. واحد بيصلح عربيه ولا يعني فاتح ورشه عشان يصلح عربيه، او ان كان اهو شغال في اي حاجه، طب حاجه مش عارفها، المهم هو يحط ايده على اساس ان هو هيعملها وهو ما بيعرفش، المهم هتمشي معاه ان هو ما بيبقاش عاملها، لانه اساسا ما بيعرفش يتقن عمله، لان اللي بيتقن عمله مظبوط بيطلع الحاجه مسطره. فهنا الاتقان في العمل مخلينا موضرنا، مخلينا تحت. وده الفرق التاني ما بيننا وما بين مين؟ أعداء الله وأعداء الدين، اللي احنا عمال قلنا 10 أسباب في الفرق ما بيننا وما بينهم. كل ده لو يتصلح هنطلع احنا وهينزلوا هم. انما هتقول لمين وتعيد لمين يا بني ادمين؟ خد بالك واتقن عملك، وقول معايا يا رب علمنا نعرف نتقن عملنا ازاي. تحياتي لكل الناس، كل عام وانتم طيبين.